انك تعمل تجميع العاب في 2025 بحوالي 10000 يعني $210، تاخد اداء يوصل ل 100 و120 فريم في العاب كتير، ده شيء مجنون، وده بالظبط اللي احنا جايين نعمله دلوقتي. فيديو النهارده عندنا اقوى وارخص تجميع العاب هتقدر تجمعها بنفسك في حدود ال 10000. تجميع الاقتصاديه البرو ماكس 1080، ده الاسم بتاع التجميع. هنجمع القطع ونقول اسعارهم، وبعدين نشوف بنش مارك الالعاب زي فورتنايت، شادو 4 وغيرهم، عشان نشوف الجهاز ده يقدم كام فريم فعلي. في اخر الفيديو هقول لك بديل كل قطعه لو حابب ترقي او معاك ميزانيه اعلى. وما تنساش لو عايز فريمات اكتر وجوده احسن هتدوس على اللايك وهتعمل الاشتراك، ويلا بينا نبدا. اول قطعه معانا وهي اللي عليها اعتماد التجميع كلها كارت الشاشه، اهم قطعه في تجميعات الالعاب كلها، ومش هتلاقي احسن من الار 9 380 ال 4 جيجا. الكارت ده يمكن قديم شويه بس على سعره بيقدم قيمه محترمه، وبيشغل اغلب الالعاب فوق ال 50 وال 60 فريم، اداء ثابت على 1080. وفوق كده سعره حاليا من 1500 ل 2500 على حسب مكانه، وانا لقيته بحوالي 1800 جنيه، ده اللي بيخليه احسن صفقه في سعره بالنسبه لاسعار كروت الشاشه في الوقت الحالي. نيجي بقى للمعالج، ومش هنلاقي احسن من الرايزن 5 2600 6 كور و12 ثريد. المعالج ده ممتاز حرفيا، ومش هتلاقي احسن منه تحت ال 2000 جنيه. الحقيقه مع الالعاب الحديثه بيقدم اداء محترم من غير ما يخنق الكارت. انا لقيته بحوالي 1500 جنيه، وده انسب معالج للفئه دي من غير ما تفكر، مش هتلاقي احسن منه بالسعر ده. المذر بورد، انا لقيت الام اس اي ب 450 اي برو ماكس 2 بحوالي 3000 جنيه، برضه قيمه مقابل سعر، اداء ثابت، دعم اللي انت محتاجه من اساسيات. كمل معانا المعالج وكارت الشاشه بافضل شكل. الرامات هناخد 16 جيجا 2 في 8 دي دي ار 4 2400 ميجا هرتز، دي اكتر من كافيه للالعاب وسعرهم حوالي 1500 جنيه. تخزين هناخد ام دي 2 ام في مي 256، هيخلي الجهاز يقلع بسرعه، يحسن تحميل الالعاب بشكل واضح، مفيش اكتر منه في السوق حاليا، سعره حوالي 500 جنيه او اقل. تجميع زي دي مش هتحتاج باور سبلاي عالي، 400 واط هيكون كافي جدا، بس احنا هنجيب باور سبلاي 500 واط كويس للتجميع، سعره حوالي 1200 او 1300 جنيه. اخر قطعه معانا وهي اللي هتلم كل ده وهي الكيس، وما تقوليش انك فكرت تجيب كيس ار جي بي. يعني شيء فوق قدرتنا، فوق قدرتنا ان احنا يعني حاجه ما ينفع لها الا تدخل الهي سريع. يا اسطى احنا معانا 10000 جنيه بالظبط، لو عرفت تاخد كيسه من اي حد ببلاش خدها. كل اللي احنا محتاجينه هيكل هيلم معانا القطع مش اكتر، كيس ب 500 جنيه او اقل هتقدم معانا الغرض وزياده. وكده معانا كل القطع جاهزه، وعملنا تجميعة العاب ب 10000 مش ناقصها اي حاجه. تعال بقى نخش على البنش مارك واختبار الالعاب الفعلي. نبدا بلعبه مش خفيفه شويه وهي ديس اوف اوت سيدا هاي بريسيت 1080، كل حاجه هاي، جابت متوسط 50 فريم. في فورتنايت على كل الاعدادات هاي 1080 حوالي 70 فريم. اوفر واتش هاي 1080 جابت متوسط 120 و125 فريم. كويك شامبيون هاي بريسيت جابت متوسط 70 فريم. كوانتوم بريك لعبه بتتطلب شويه دايركت اكس 11 جابت 1080 ميديوم حوالي 50 55 فريم مع اب سكيلينج. شادو 4 1080 ميديوم حوالي 50 فريم، وكانت بتعمل دروبات احيانا بسبب انها متطلبه جدا على كارت الشاشه. وقبل ما ننهي الفيديو، لو حبيت ترقي او ميزانيتك اعلى وعايز اداء اقوى وفريمات اعلى، تبدل المعالج اللي معانا بالخمسة 600 رايزن 5 5600. المعالج ده سفاح ويعتبر فئه متوسطه عليا، وهتلاقي سعره حوالي ب 5000 او 5500 جنيه. وكارت الشاشه هتحط الار اكس 580 او الجي تي اكس 1070 او 1080 على حسب الميزانيه بتاعتك. ولو مش عارف ايه احسن كارت شاشه للبادجت بتاعتك، انصحك تشوف الفيديو بتاع كروت الشاشه ده، هتلاقيه عندك في البايو وهيظهر في الكارد، وتطلع منه عارف ايه اقوى كارت للمبلغ اللي معاك. وبكده نكون خلصنا اقوى تجميع الالعاب في فئه ال 10000. والصراحه الاداء اللي شفناه يبقى صعب تلاقيه بالسعر ده في 2025. قول لي في التعليقات بحب اشوف لك تجميع ارخص ولا عايز اعمل لك نسخه اقوى لو معاك ميزانيه اعلى شويه. لو عجبك الفيديو واستفدت سيب اللايك، اعمل اشتراك عشان يوصلك كل المقارنات والتجميعات اللي جايه. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.